لكن علشان العربيه دي اعيد بنائها بالكامل هنا في مصر من شركه نيو انرجي، الشركه اللي مستورده العربيه دي، اعاده بناء العربيه دي بالكامل واصلاحها. بنجرب دلوقتي العربيه الاي كيو سي ال 400 النسخه الاعلى. والمهم في التجربه دي طبعا الاي كيو سي عربيه لطيفه وغنيه عن التعريف، عربيه شهيره من مرسيدس. العربيه بقى اللي معانا دي كان فيها المشكله دي، كانت واحده من العربيات اللي فيها مشكله في العزل في المواتير اللي على المحور الامامي للعجلات، وللاسف المشكله دي كانت بتخلي فيه تسريب، وكانت مشكله كبيره جدا بتخلي العربيه تطلع رسائل انك لازم تروح لاقرب مركز صيانه ليك، كانت بتخلي العربيه تتوقف تماما. اعيد بناء وحصل ريبيلد الموتور ده بالكامل، الموتور اللي على المحور الامامي للعجلات، واعيد بناء العربيه دي بالكامل من شركه نيو انرجي. ولازم تبقوا عارفين ان خلاص دخلنا عالم الصيانات واصلاح العربيات الكهرباء وبتوسع، وشركه نيو انرجي ما بتقدمش بس العربيات دي كاستيراد، لا هي ما بتجيبش كل مستويات العربيات الكهربائيه. شركه نيو انرجي هي اللي استوردت البي واي دي تانج، وهي اللي جايبه الاي كيو سي، وهي كمان اللي صلحت الاي كيو سي من العيب العالمي اللي كان فيها، وتم اعاده بناء الموتور ده كله واعاده عزله بالكامل من الاول وتغيير الرنجات فيه، وقصه كبيره قوي عشان ما يحصلش التسريب. واعيد بناء الموتور ده، ودلوقتي انا بجرب العربيه دي حصري بعد اعاده البناء ده، وبنشكر شركه نيو انرجي لان العربيه خلاص طياره ماشيه وما فيهاش اي مشكله وتقبل الشحن ولا تتوقف، والموتور شغال زي الفل. الموتور اللي على المحور الامامي والخلفي ما كانش فيه مشكله، فالعربيه رجعت تاني لطبيعتها ورجعت ممتازه. وكمان الخطوات اللي اتعملت في العربيه دي عشان اعاده بناء الموتور، لان طبعا توكيل مرسيدس هنا ما بيستقبلش العربيات الكهرباء. الخطوات اللي تمت من شركه نيو انرجي اشادت بيها مرسيدس في المانيا، واشادوا جدا جدا بالخطوات واعاده بناء والريبيلد اللي حصل للموتور ده. فانا حابب انوه كمان ان موضوع متميز قوي، غير ان احنا بنتكلم على عربيه مميزه وبنجرب عربيه مميزه حصري بعد اعاده بناء موتورها في مصر بايادي مصريه على يد المهندسين في شركه نيو انرجي. شكرا نيو انرجي على التجربه الجميله دي، والعربيه زي الفل. New Energy. Own the future.